السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله نعمل وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا. واكلة مصرية اصيلة يعني او بقالها كتير واكيد كلنا بنحبها وفي اجماع عليها. هنعمل النهارده ان شاء الله صينية مسقعة كده، حاجة يعني فوق الخيال. طعم بقى وشكل وريحة ولون وكل حاجة حلوة ان شاء الله، بطريقة بس بسيطة وسهلة وكل حاجة. معانا كده حلة على النار وفيها شوية زيت حلوين، نزلت بمعلقتين توم. مسقعتنا النهاردة مسقعة الخل والثوم، مفيش فيها بصل خالص، ولكن انت لو حابة تزودي في الصلصة بصل يبقى براحتك خالص، ولكن احنا عاملين كده شوية مسقعة برضو يعني لهم طعم تاني. وطبعا الثوم بيكون برضو ودي الوصفة بتاعتنا في حتة تانية. حطيت بقى كده معلقتين زيت، وحطيت معلقة توم كبيرة، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من الخل، وهنسمع طشطشة كده وهنشم ريحة جميلة قوي. وهو ده المطلوب. هنعمل ايه بقى؟ حطينا الخل على على الثوم بتاعنا وعلى الزيت. هننزل بشويه طماطم حلوين كده على حسب طبعا الكميه وعلى حسب البتنجان اللي احنا عاملينه او اللي احنا مستخدمينه في الوصفه. البرنجان طبعا بتاعي مقطعاه، وطبعا حط عليه ملح علشان ما يشربش زيت. ومعانا طبعا مينفعش مسقعه من غير فلفل حر، طبعا مستحيل. ومعانا فلفل كده اخضر رومي متقطع مكعبات. ولو انت حابه تحطي فيها شرايح رفيعه خالص من البطاطس مقليه يبقى برضو تمام، ولكن انا حبيت بس استكفيت بالبرنجان والفلفل، وطبعا طعمهم جميل جدا. اللي انا هقليه بقى هحطه في البايركس بتاعي او في صينيه، لان طبعا الباقي صينيه المسقعه بتاعتي هتكمل سوا في الفرن، علشان طبعا ايه ناخد ريحه وطعم الفرن كده، تكون حاجه في منتهى الجمال. هبدأ بقى احمر في البتنجان بتاعي والفلفل، طبعا نص كده ايه، يعني هقليه. بس طبعا مش هغمقه قوي علشان تكون الصينيه طالعه من الفرن كده شكلها فاتح ولونها في منتهى الجمال. وبرده ما تمررش معانا، لان البتنجان لما بيتحرق معانا او بياخد لون زياده شويه ايه بيدينا طعم مر كده. طبعا الصلصه بتاعتي كده على على النار بتتسبك. طبعا محتاجين بقى البهارات العاديه اللي موجوده في كل البيوت: ملح وكمون وكزبره. يعني هي بس هي ولو انت حابه بقى يعني نكهه الفلفل الاسود هتبقى رشه بسيطه قوي على طرف المعلقه. تمام. وطبعا رشه سكر صغيره علشان الخل والطماطم اللي احنا حاطينها وكل الحاجات دي. بدأت أقلي الفلفل بقى وأقلي البرنجان كده وأرصه، علشان يعني هرصه بقى، ما عدتش هشيله من البايركس وهحط عليه الصلصة على طول عشان يكمل سواه في الفرن. هبدأ بقى كده. طبعا أنا بحمر في آخر البوتاجاز في العين، في عين بعيدة كده، بس هي مش ظاهرة. بس أنا بوريكم يعني اللون طبعا، وإن احنا هنرصه في الصينية وكده. أكلة جميلة وسهلة وبسيطة، والدنيا يعني الدنيا غالية شويتين تلاتة، فلما يبقى يوم كده في الأسبوع نعمل فيه أكلة حلوة كده أصيلة، مسقعة شوية طعمية كده وفول. يعني الحياة بتمشي، يعني عايزة ايه، يعني شوية وشوية علشان طبعا الدنيا تبقى تمام وزي الفل. هبدأ بقى الفلفل اللي انا حمرته طبعا هحطه كده على وش البتنجان بتاعي. والصلصة طبعا لو انتم ملاحظين في الحلة كل مدى بتقل، طبعا عليت عليها الوقت بس سنة علشان صراحة كنت مستعجلة، فكنت عايزة انجز في يعني في الوقت معايا. ولكن طبعا انت لو بتحطي صلصة نص تسبيكة او انت شايلاها في الفريزر تقدري تحطيها طبعا، يعني مش هتاخد معاكي، مش هتغلي كتير ولا تاخد معاكي وقت ولا مجهود ولا كل الكلام ده. هبدأ بقى ان انا ايه اظبط كده وارص كل حاجة يعني في في البايركس بتاعي، وهبدأ انزل عليهم بالصلصة علشان طبعا ايه يتشربوا كده من بعض. واحط على وشهم قرن فلفل اخضر بس مش مقلي بقى، يعني فريش. هي هيبقى حلو في هيبقى حلو بقى في يعني هيتقلى كده ويبقى حلو قوي في الفرن، وهيكون شكله في منتهى الجمال زي ما احنا هنشوفه كده. بصوا بقى يا جماعة، سهلة وسريعة واقتصادية وأكلة حرشة كده زي ما بنقول. هي مش محتاجة إلا شوية رغيفين عيش بس بلدي كده، ويعني بصي حاجة تانية خالص. طعمها حلو وريحتها في منتهى الجمال. وطبعا البرنجان أو البتنجان فيه قيمة غذائية عالية، طبعا مش محتاجين أقول. كله حديد وحلو قوي. والفلفل طبعا كله، يعني الفلفل بتاعنا كله ألياف وفيتامينات. فيعني هي حلوة، وصفة خضار حلوة، وطعمها في منتهى الجمال، وما شاء الله مستوية زي ما انتم شايفين. طعمها حلو واخدة من بعضها، وما بتتاكلش الا هي والسخنة كده، مش محتاجة جنبها اي حاجة تانية. يا رب بقى لو انتم مجربتوش المسقعة بالطريقة دي تجربوها، سهلة جدا وبسيطة.
وكمان على قد إيدينا يعني، وأكلة يعني حلوة أوي وذوقها حلو يعني، مش إن هي اقتصادية فهي وحشة، لأ هي جميلة أوي ومشجعة طبعًا، وتفتح النفس كده على الأكل لو حد مالوش نفس ياكل أو كده وعملها، تحس إن ريحتها كده جايبة لآخر الدنيا وطعمها حلو. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، والسلام عليكم ورحمة الله.